واخيرا النهارده هنصمم بوستر سوا. متحمسه جدا بصراحه، يعني لقد هربنا عشان نوصل للحظه ديت. فالنهارده هنصمم البوستر من A to Z، من اول ما نجيب الفكره بتاعتنا لحد ما خلاص احنا بنفنشها وهنسلمها، سواء بقى دي كانت انت بتصممها لعميل او هي حاجه شخصيه ليك هتنشرها او تعمل فيها اي حاجه يعني. ف متحمسه جدا، فيلا بينا. اي تصميم بيمر بكذا مرحله، يعني مش بنبدأ نصمم على طول، احنا لازم نمشي كده بخطوات كده لحد ما نوصل لان احنا خلاص بنفنش. ما ينفعش نتخطى ستيب منهم عشان خاطر مش هتتبسطوا. فيلا نشوف المراحل المفروض يمر بيها اي تصميم. طبعا الكلام اللي هنقوله النهارده بناء على كل شرح شرحناه والهري اللي هريناه والرغي اللي رغيناه الفتره اللي فاتت. فلو لسه اي حد اول مره يشوف اي فيديو ده، ممكن يبقى يروح يشوف فيديو تانية اللي شرحنا فيها كل الحاجات. يلا خلينا نبدا من غير رغي كتير. اول حاجه بنمر بيها، خلينا الاول نفتح الصفحه ونشرح عليها. طبعا عملي خطوه بخطوه، انا صممت واشتغلت واوريكم كل الخطوات اللي احنا مرينا بيها لحد ما وصلت لتنفيذ البوستر ده. تمام، فيلا بينا. اول حاجه بنمر بيها هي عندنا الفكره، سواء الفكره ديت فكره موجوده او هي الفكره ديت لسه مش موجوده. تمام، الفكره موجوده فخلاص احنا الحمد لله عارفينها. مش موجوده دي بقى ازاي نجيبها؟ احسن طريقه نجيب بيها افكار لو احنا مش عارفين نخرج بره الصندوق شويه ونفكر في حاجات خارجيه، ان احنا نشوفها من ارض الواقع. يعني حياتنا والمجتمع يعني الحياه دي كلها مليانه افكار لو احنا ركزنا فيها. يعني ما نحاولش نخرج بره او نجيب فكره مش موجوده، لا. احسن حاجه ان انتوا تشتغلوا من حاجات موجوده بالفعل. ساعتها دي في حياتي انتوا ما عندكوش افكار، يعني ساعتها هيطلع لكم افكار وافكار كتيره جدا. فاحنا ندور على الموجود في حياتنا ونصمم ونجيب الافكار بتاعتنا من خلاله. فدي اسهل طريقه. يعني انا مثلا ما كانش عندي فكره، فانا جبت فكرتي من الارض الواقع والحياه اللي احنا عايشينها دلوقتي، وهي عن غزه وعن الحرب اللي بيعيشوها دلوقتي. بعد ما جبنا الفكره بتاعتنا هنطلع منها كلمات اساسيه منها، اللي من خلالها هتسهل لنا ازاي نعمل البوستر بتاعنا. فانا مثلا عندي الغزه الوقت ايه اللي بيمروا بيها؟ حرب، دمار، آم، تجويع، حصار يعني اجباري عليهم وهم مش قادرين يعملوا حاجه. كل الكلام ده واكتر ممكن نطلعه من فكره ان انا تصميم بوستر لغزه، ولكن الخطوه اللي بعد كده ازاي بقى هيتم تنفيذ البوستر ده. يعني احنا مثلا عندنا كذا حاجه، عندنا مثلا لو تصميم سوشيال ميديا، ولا بوستر لفيلم، ولا هو غلاف كتاب. ده كله بيندرج تحت طبعا التصميم السوشيال. ليه تصميم مختلف عن البوستر عن الغلاف، فكل حاجة ليها تصميم، ليها الأسس بتاعتها. فاحنا جبنا الفكرة، طلعنا منها كلمات أساسية، وبعد كده حددنا ازاي الفكرة دي احنا هننفذها حسب ما انت كل واحد هينفذها ازاي. ديت أول خطوة معانا الفكرة، وهنطلع منها كلمات أساسية. تمام. برضه لو انتوا جيتوا وتصمموا شخصيات، دي بيحصل برضه في تصميم الشخصيات. لو عايزين مثلا انا مثلا برضه انا بصمم شخصيه الولد اللي انا رسمها في البوستر، طلعت منها الافكار ديت. انا عايزه الشخصيه دي مثلا تتكلم عن ايه، ايه اللي تعبر عنها؟ لبسها، شكلها، وقفتها، احساسها، لون بشرتها، الحاجات دي كلها بنبدا برضه نطلعها. فاحنا خلاص جبنا الفكره بتاعتنا وقالنا التصميم ده هيتنفذ ازاي. الخطوه اللي بعد كده بنعمل ايه؟ هي هنعمل مود بورد. مود بورد اللي هي جمع الإلهام. المود بورد ديت عبارة عن صفحة بيضة، يعني أنا صفحة هي، وبجمع فيها كل الصور، ألوان، أشكال، نمط، رموز، أي حاجة أنا عايزة أعبر بيها من خلال البوستر في البوستر يعني. فأنا مثلا أوريكم المود بورد اللي أنا عملتها. طبعا أنا مثلا بعمل على بنترست، وسواء بنترست أو بيهانس، وبرضه ممكن من على انستجرام، فلان انتوا بتتابعوهم. الحياة مثلا صور متصورة حقيقية. احنا بنجمع كل الداتا بتاعتنا اللي احنا هنقتبس منها السكتشات والتصميم بتاعنا.
دي الداتا اللي انا جمعتها. طبعا بتجمعها ازاي؟ على الفوتوشوب او اي برنامج انتوا بترسموا من خلاله، بتصمموا من خلاله. انا طبعا صممت ورسمت من خلاله. طبعا نسيت اقول لكم حاجه، ان احنا الطريقه اللي هننفذ بيها، سواء كان رسم او تصميم متجمع كده من الفوتوشوب او حاجه زي كده، فده بيكون اسلوب. كل شخص له اسلوبه. حتى لو انت هتصممه بالاي اي، فالاي اي ده برضو اسلوب. فاهمين؟ فكل واحد والاسلوب اللي بيمشي من خلاله يعني. طبعا مع اني ضد الموضوع الاي اي، بس يعني بقى موجود خلاص وكده. فلو حد هيصممه من خلال الاي، فده برضو اسلوب يعني. ده يعني تول من الادوات اللي احنا بنستخدمها. فجمعت كل الصور اللي انا محتاجاها. طبعا ممكن يكون الموضوع مبستل شويه. فجمعت كل الصور من خلال، انا عندي مثلا صور فيها دمار. الالوان طبعا، الباليت، اللون اللي عايزين نمشي عليها. فاحنا مثلا هنستخدم الالوان الباهته، الرماديه، الترابيه، اللي هتعبر عن الحرب يعني. مش هستخدم طبعا بنفسجي واصفر، الحاجات دي كلها لا. فاحنا بنستخدم الوان تبع التصميم بتاعنا. فجمعت عندي المود بورد من خلال بنترست كل الصور اللي انا محتاجاها. كان في شويه صور كمان، بس يعني صور بتاع، بس مش موجوده دلوقتي على اللابتوب. المهم، الداتا بتاعتي انا حاطه فيها الاسلوب اللي انا عايزه اعمله، اسلوب التلوين بتاعي. تمام. فدي بنجمعها من خلال كل واحد بقى وشخص. حتى لو احنا مثلا برضو بنعمل تصميم لوجو، بنعمل نفس الكلام. اي تصميم في الحياه هنعمل نفس الكلام يعني. الموضوع ده بينظم لينا الافكار بتاعتنا، بدل ما نكون قاعدين ماسكين الصفحه البيضاء وقاعدين نرسم وقاعدين جنبها بقى كده. لا، ده كله بيخلينا نجمع افكار يعني. طبعا خدوا وقتكم في المرحله ديت بالذات. التغذيه البصريه دي برضو من ضمن التغذيه البصريه، بالذات التغذيه البصريه خدوا وقتكم فيها جدا جدا جدا. تمام. احنا كده عملنا خطوتين اساسيين. جبنا الفكره بتاعتنا، طلعنا منها الكلام، وشفنا البوستر او اللي انا هصمم ازاي. فانا عملت غزه الحرب والدمار، طلعت منها الكلمات اللي انا ممكن استخدمها. وانا هعمل بوستر لفيلم. الفيلم قصير. تمام. بعد كده جمعت المود بورد بتاعتي، الالوان والاسلوب التلوين والحاجات اللي انا ممكن استخدمها، والحاجات دي كلها جمعتها. يجي بقى بعد كده المرحله التالتة والرابعة مرتبطين شوية ببعض. ازاي؟ هفهمكم. هنحدد العناصر الأساسية اللي أنا هستخدمها في البوستر بتاعي أو التصميم بتاعي. فاكرين العناصر؟ احنا قلنا العناصر عبارة عن خط، أشكال، رموز، ألوان، الكلام اللي اتكلمنا فيه قبل كده. فأنا مثلا العناصر الأساسية اللي فكرت إن هستخدمها، هستخدم الخطوط. مش الخطوط هنا، ما اقصدش هنا التايبوجرافي، اقصد هنا الخطوط المستقيمة المنحنية المتكسرة. فطبعا ديت حاجة بتعبر عن الدمار. فأكيد مش هستخدم خطوط مستقيمة، أو مش هستخدم خطوط مي كده أو كده. لا، أنا هستخدم خطوط متكسرة مايلة، بتعبر عن إن هنا في اضطراب. فهستخدم الخطوط المتكسرة منكسرة يعني ومايلة. ده اللي جه في بالي. بعد الخطوط عندنا اللون، ده برضو احد العناصر. فانا هستخدم اللون بتاعي، هعمله ترابي، الالوان ترابية يعني. عندي بعد كده هستخدم الشخص اللي انا هستخدمه، ده برضو من احد العناصر يعني. انا هستخدم فيها الولد ومعاه حيوان أليف يعني. كنت عاملة كمان عصفورة بس شلتها، هوريكم دلوقتي التصميم خطوات اللي مشيت بيها. لكن دلوقتي بتكلم معاكم في كل الحاجات اللي دارت في دماغي. الولد، هخلي كمان اللي جه في دماغي ان عايزه احط الولد واقف مستقيم، مش قاعد ولا نايم ولا زعلان، لا هو واقف وثابت. فاستخدم معاه الخط المستقيم. الرأس، احنا قلنا ان الرأسي بيعبر عن الثبات والقوة. تمام. اللي جه في دماغي تاني طبعا اني هحط فيها بقى الخامات اللي هنستخدمها، اللي هي حاجات من التكتشر بتاعتنا. الايه، الحديد البايظ، والخشب المرمي في كل حتة، الترابة اللي تبقى موجودة. طبعا الكلام يعني الكتابة كأن
يعني اتفقنا على الحوار ده، هنكتب مع بعض كده كأني بكتب كده. المهم، آم، ده اللي جه في دماغي مثلا. فانا كده حددت معايا العناصر بتاعتي الاساسيه بتاعتي، وبعد كده بنحدد بقى المبادئ اللي همشي عليها، شويه مبادئ كده همشي عليها عشان خاطر اوصل الرساله اللي انا عايزه اوصلها. اتفقنا ان العناصر هي ال قلنا ان هي اسمها ايه، قولوا معايا، الخطوات المكونات اللي بنعمل من خلالها الطبخه بتاعتنا، التصميم بتاعنا. والمبادئ هي بقى طريقه عمل الطبخه ديت. تمام. فانا عندي مثلا المبادئ اللي هستخدمها. اول حاجه فكرت في ان عايزه اعمل فيها دبس. الدبس ده اللي احنا قلنا عليه طبعا ده اهم حاجه اصلا في اي تصميم بنعمله، خصوصا لو بوستر فيه رسم او اي حاجه اعتقد يعني. الدبس ده اللي هو بيبين ان في حاجه قدام وحاجه ورا وفي لايرات كده محطوطه، البعد بتاعنا والعمق بتاعنا، فاهمين؟ فانا اكيد دي اول حاجه هستخدمها واول حاجه هحطها معايا. بعد كده هستخدم الفريمنج. الفريم الفريم اللي انا قلت لكم عليه برضو، ان انا مثلا بحط العنصر بتاعي ومحاوطه فريم، سواء الفريم ده كان مرئي انا شايفاه بعينيا او مش مرئي محطوط في تكوين معين. فهنشوف دلوقتي عملنا برضو حته ازاي، حاجه طبعا شرحناها. يعني روحوا شوفوا الفيديوهات لو انتوا شفتوهاش. أم، الفريم، فانا هستخدم الدبس والفريم عشان اوصل الشعور بتاعي. وحاجه كمان مهمه اللي هعملها ان انا عايزه احط فيها ان الانسان الواقف بيبص على حاجه، فاللي بيبص على الحاجه ده انا هخلي الشخص بيتفرج على البوستر او التصميم بتاعي عينيه عماله رايحه جايه وبتبص كده في التصميم، فاهمين؟ عينيه ماشيه في التصميم. فده الحاجات اللي انا هستخدمها فيها. طبعا الفريمنج ده جزء من الكومبوزيشن، والدبس ده جزء برضو من المبادئ بتاعتي في الكومبوزيشن. واللاي اوت، اللاي اوت اخر فيديو شرحناه كان عن اللاي اوت اعتقد، من بقى فتره يعني مش فاكرة من امتى، ولكن كان عن اللاي اوت، الجريد لاي اوت بتاعتنا. فانا عندي طبعا بعد ده كله انا عندي في البوستر، سواء ده بوستر لفيلم قصير او بوستر لفيلم يعني عادي او غلاف كتاب لحاجه. فطبعا انا عندي كلمه، عندي عنوان، عندي هيدلاين. فانا لما فكرت انا قلت يا اما انا هعمل البوستر بتاعي، اول حاجه فكرت فيها انا عايزه احط الشخص هنا كده، ده الشخص انا عايزه احطه هنا. تمام. والكلمه بتاعتي اول حاجه لما فكرت في الاول فكرت فيها انا عايزه اعملها فوق كده، واحط بقى العناصر بتاعتي حواليه. ف مع الاسكتشات اللي هوريها لكم دلوقتي وطريقه تفكيري غيرت، قلت انا هعمل الكلمه بتاعتي هنا، لان انا عايزه احط ان هنا كده كأن في اللي هي حاجه غامقه كده، وهنا احط الكلمه بتاعتي. العنوان اللي انا كتبته ما كنتش يعني حاطاه في دماغي، كنت لسه حيرانه فيه، ولكن طبعا بمساعده الاي اي جبته مع جات جي بي تي. يعني قعدت كده شرحت له طبعا ده بعد ما خلصت التصميم وكل حاجه، لإيه ما خدتش اي افكار ولا اي حاجه ولا ساعدني غير في ان انا عايزه اجيب كلمه، لان ما كانش عندي عنوان للفيلم او الكتاب ده. كمان في حاجه عملتها ان انا كنت وانا بعمل الحاجه عايزه افصل نفسي شويه عن الواقع. ازاي؟ ما فكرتش والله انا عايزه اعمل الشخص دوت بيصرخ او بيعيط وانقل الواقع بصورته كما هي حاليا. حاولت شويه افكر بره الموضوع ده شويه كده، كان انسب لي بصراحه. آم، يعني كل واحد شخص وحسب الحاجات اللي بيميل ليها. ففصلت نفسي شويه وفكرت ان كأن في حد بيحكي القصه اللي حصلت من خلال الفيلم القصير او من خلال حاجه او كده يعني. فاهمين؟ ما نقلتش الواقع بصورته اللي هي حاليا دلوقتي موجودة عليه كاملة، كأن حد كان بيحكي اللي حصل. تفهموا الكلام ده كله دلوقتي؟ فإلى حد الآن أتمنى الأمور تكون واضحة. بعد ما حطينا عناصر أساسية نيجي وقت إيه بقى؟ السكتشات. أفضل وقت عندي وأصعب وقت برضو. المرحلة ديت محتاجين نطول شوية فيها ونراجع نفسنا كذا مرة فيها، مش من أول سكتش عجبني أنا هبدأ أنفذه. بنجرب مرة واتنين وتلاتة ونروح ونرجع نيجي تاني على التصميم، نرجع نروح ونرجع نيجي تاني على التصميم.
المرحله دي عايزاكم تطولوا فيها شويه قوي. ف يعني فمحتاجين الصبر، مش من اول سكتش عجبني واو يلا هننفذ، لا انت ممكن لما ترجع تعمل كام سكتش كمان. السكتشات ديت اللي هي بمعنى حاجات سريعه انتوا بترسموها سواء كانت ديجيتال او هنا، او لو مش بترسموها داتا بتجمعوها من خلال الاسلوب اللي انتوا بتستخدموه. ف يلا بينا نفكر نشوف ازاي عملنا التصميم ومشينا بالسكتشات بتاعتنا. انا في حاجه كنت عايزه اقولها بس نسيتها، بس ان شاء الله انا هفتكرها واحنا في الموضوع يعني. فاول حاجه جت في دماغي زي ما قلت لكم ان كنت عايزه ارسم بصراحه في الاول حنظله. اللي ما يعرفش حنظله ممكن يبقى يروح يشوف يعني يعمل عنه. اهم حاجه في الخطوه ديت كمان ان احنا نجرب اكتر من اتجاه، نجرب اكتر من اسلوب. زي ما قلت لكم نرجع للمراجعه اللي احنا عملناها. فانا لما كنت فكرت في الاول فكرت ان عايزه احط حنظله هنا كده في النص واعمل حواليه بقى. في الاول فكرت في موضوع التجويع اللي كانوا عايشينه، اللي لسه عايشينه يعني مش كانوا ولكن احط ان الشخص ده، ان حنظله ده واقف في النص كده وحواليه الدمار، او مثلا اطباق فاضيه لان كان ساعتها عن يعني التجويع اللي عايشينه وكده. فهنا رسمت حنظله في النص وجربت كده كذا 3 سكتشات ليهم. لما رسمت دولت في البدايه حسيت برضو ان انا لسه من جوايا كده مش مقتنعه مش مقتنعه قوي. انا كنت الاول كنت هستقر على اللي تحت ده، على الاخير ده، ولكن ما حسيتهوش برضو. استنيت شويه ورجعت سكتشات تاني. هنا فكرت يا اما اعمل شخص قاعد ماسك العالم كده وحواليه برضو الدمار وفوق الكلمه، او عملت هنا ده كنت شايفه البوزيشن ده في صوره، فحاولت ان انا احطه برضو واحط العالم ده كله وانا برضو مش مقتنعه يعني. ده كله انا عماله اسكتش لحد ما رسمت لا مش هنا برضو لحد. وهنا برضو طبعا قعدت اجرب، فده كله كان تجربه وسكتشات وافكار في دماغي. طبعا انتوا ممكن ما تكونوش فاهمينها بس انا برسمها كنت فاهمه انا كنت عايزه اعمل ايه. فدي ببساطه يعني بوضح لكم ازاي ممكن نعمل السكتشات بتاعتنا. هنا بقى حسيت ان كده نورت في دماغي موضوع معين، قلت خلاص انا ممكن استقر على ده وابدا اطور منه. فاللي جه في دماغي ان احط شخص واقف هنا وبيبص على، لما شفت الصوره انا كنت اصلا جايبه صوره لاشاره مرور، فلما شفت الصوره دي اشاره المرور وعملتها حسيت ان هي ديت اللي انا ممكن اعبر من خلالها. اشاره المرور، اشاره المرور لما حسيتها قلت ان انا ممكن اعملها ان الاضاءه حمراء، الاشاره الحمراء هي اللي متقاده يعني، وبتعبر عن ان هم مستنيين ان الحرب دي تقف او ان الحاجه دي تقف وهي مش بتقف. فقلت انا هرسم الشخص واقف وبيبص ليها. ده اللي جه في دماغي اول حاجه. وطبعا حواليه بقى الدمار اللي احنا اتكلمنا عنه. فرجعت تاني هنا بقى انا رسمت شخص، فالشخص محتاج اعمله تصميم يعني محتاج اعمل شخصيه اللي تعبر عنها. في دماغي ان اعمل الولد حبيت ان اعمله هو طفل. وطبعا ان انا ما قصدتش ارسم عيونه يعني، قصدت ارسم عيونه حتى بالاسلوب ده، ان هو كان بيلعب او بيلعب لسه ومستني ان اللي هو الاشاره دي، الاشاره الحمراء دي تقف، وقف عندها يعني ان هو مستنيها عشان يقدر يكمل اللعبة بتاعه. ده اللي انا حسيته. ف وكمان قلت انا عشان ابين اكتر ان ده بيعبر عنه كان لازم أنا ارسم الشال. فرسمت الشال بتاعهم بالزخرفه بتاعتهم وماسك العصا، العصا دي برضه كان بتعبر عن حاجه. آم، فده اللي من خلاله عملت بيه التصميم. وخلاص قلت انا هعمل واستقريت هنا على شكل التصميم ده. طبعا هنا كان في تصميم تاني للشخصية، بس حسيت لا حسيت ان ده اقرب للموضوع يعني. هنا كان لابس اللي هو الزي بتاعهم اللي بيلبسوه تقريبا. لكن حسيت لا، حسيت انا عايزة اعمله اكتر ان هو بيلعب، طفل بيلعب ووقف مستني الاشارة تقف يعني. طبعا انا بدأت اسكتش بالورقة والقلم لان دي حاجة بالنسبة لي اريح يعني، بالنسبة لي بعرف اعبر اكتر من طريق الورقة والقلم عن الديجيتال بصراحة يعني. بس نفذت بقى ديجيتال عشان ان انا انفذ ورقة وقلم ده موضوع صعب يعني، هياخد وقت طويل جدا. الديجيتال طبعا من الحاجات ال... للإنسانية
انجزت فيها كتير يعني. اختراع رائع. شكرا. عدينا بكم مرحلة. طبعا ورقة وقلم عشان تكتبوا الحاجات دي كلها، المراحل دي كلها احنا مرينا بيها، لان انا مثلا عن نفسي كاتباهم وبرجع لهم كل ما باجي اعمل تصميم، عشان احنا ساعات بنحاول عايزين ننجز يعني، فالحاجات دي بتخليني احس ان انا الموضوع لما تعملوا كل الخطوات ديت هيبقى الموضوع اسهل بكتير. ده كلها لتسهيل الموضوع والافكار علينا يعني. من الحاجات الحلوة هنا برضه في البرنامج هنا، واعتقد برضه على حاجات ابل يعني، بس ده هواوي. البرنامج هنا مسجل كل الخطوات اللي انا مشيت بيها عن ما اخدها سكرين فيديو. بصراحه حسيت كده الكواليتي بتاعتها هتكون افضل بكتير. فخلينا نشرح بقى كل المراحل اللي انا مريت بيها وانا بصمم البوستر. صورت التصميم الشخصي اللي عملتها على الورقه عشان خاطر ارجع اسكتشها تاني هنا في الديجيتال. فمهم رسمتها وخلصتها، وبدأت أرسم بقى كل الحاجات بتاعتي بالمنظور بتاعي. طبعا هتلاحظوا ان انا كنت بعمل حمامة في الاول فوق، بس ما حسيتهاش بصراحة يعني. في الاخر رحت مسحاها، حسيت ان لا، محتاجة اسيب الموضوع يعني اعملها، ورسمت قطة بدلها يعني. فهنا برضو رسمت قطة، قعدت احاول ارسم برضو كل الحاجات اللي وراها. طبعا هنا قعدت برضو احاول ان انا اعمل البتاع اللي ورا الدبس اللي كنت اقول لكم عليه، ده مهم جدا يعني. بس طبعا المرحلة ديت بنقعد نشيل ونحط ونشيل ونحط ونجرب ونشيل ونحط ونجرب ونسيب، بعد ما نخلص شوية نسيبها ونرجع. طبعا في حاجة مهمة هنا برضو جدا، ممكن ناخد رأي الناس، أي شخص أنا بس انتوا مثلا بتوثقوا فيه في رأيه، وتبدأوا تعرضوا عليه التصميم. سواء بقى انت، يمكن بقى لو انت العميل فانت بتعرض على العميل، او انت بتاخد رأي شخص تاني بتثق في رأيه، مثلا أستاذك. لو حد عندكم عنده ذوق فن شوية تاخدوا فيه، وهكذا يعني. فبعد ما بنعمل التصميم ونسيبه شوية، أهم حاجة نسيبه شوية ليه؟ احنا لو نسيب التصميم شوية، لما نرجع له تاني بنتخيل حاجات إضافية فيه، أو بنحس إن في غلطات فيه، فبنرجع نصلح الغلطات ديت، وهكذا. فهتلاحظوا ان انا خلاص ظبطت الدنيا، وبدأت طبعا هتلاحظوا ان انا كنت عماله بكتب الاسم يا اما بالعربي شويه يا اما بالانجليزي شويه. مش الكلمه بصراحه دي اللي كنت استركت عليها، مش عايزه اكتب غزه مباشره كده، عايزه لاني كنت عايزه اكتبها. هو بوستر بيعبر عن فيلم قصير او حاجه، فعايزه اسم تاني، انا كنت عايزه اسم تاني يعبر عنه. بعد خلاص ما عملنا كل الشخبطه اللي شخبطناها ديت، وعدلت وسبت ورحت وجيت والكلام ده كله، بدأت احس ان انا عايزه بقى اشوف التونات. بنعمل اول حاجه ابيض واسود كده، بحيث نشوف الموضوع هيبقى عامل ازاي. الخطوه دي مهمه، لانها بتخليني الموضوع واضح اكتر عندي في الدبس اللي انا هعمله، يعني في العمق اللي هعمله، ايه البعيد عن ايه وايه اللي كذا وهكذا. طبعا لو لاحظت هتلاقيني عامله كده الاشاره ديت اللي هي فيها شخص ومعمول عليه عدم المشي، ده برضو بتعبر عنها. كل حاجه بتتحط بطريقه ان هي تعبر عن التصميم ده. ف فرجعت تاني بقى اسكتشه بقى كده بطريقه بسيطه. هنا في خطوه مهمه جدا، هنا في حاجه مهمه جدا عايزه اقول لكم برضو، ان مش غلط ابدا نجرب حاجات جديده. يعني في هنا حاجات جديده. انا كنت الاول لما باجي اصمم بكون عايزه اللاين بتاع الرسمه نفسها يكون نضيف، او يكون مش عارفه كذا وكذا. هنا بقى لا، حبيت بالعكس، حبيت اخلي اللاينات حتى ما هياش مظبوطه قوي، لا، اعملها اخليها مضطربه كده، ما هياش ماشيه بخط مستقيم. لو بداتوا فيها هتلاحظوا ان ممكن حاجات خارجه عن حاجات. انا كنت اصلا اعمل كل الحاجات دي كلها في الرسمه دي، ودي كانت اول مره اعمل حاجه زي كده. يعني في حاجة أصلا في التصميم جربتها كانت يعني لأول مرة. فمش غلط إن احنا نخرج بره الأسلوب بتاعنا شوية ونجرب حاجات جديدة يعني. ممكن أنا حبيتها أكتر بصراحة، فممكن دي بتبقى إضافة جديدة لينا يعني. فهتلاحظوا برضو بدأت بقى إيه أظبط بقى الدنيا وأحط الألوان بتاعتي.
طبعا الالوان بتاعتي كلها زي ما قلت لكم ان احنا عايزينها ترابيه، بتعبر عن الدين بتاع، مش هحط بنفسجي بقى وكده. الاحمر والاخضر والابيض ده عشان يدل على العلم بتاع فلسطين. فركزوا بالتفاصيل، ركزوا في كل حاجه حصلت من خلال التصميم. هتلاحظوا ان انا بجد كنت بشيل واحط وارجع اعيد واشيل واحط وارجع اعيد، مش بزهق. وزي ما قلت لكم الموضوع بيكون محتاج وقت، محتاج تجارب، محتاج ممكن تخرج شويه عن الحاجات اللي انت متعودين عليها، حاجات اللي انتم متعودين عليها، تجربوا حاجات جديدة في التصميم ممكن تنفع. والله شفتوا مثلا جزئية في مكان معين عايزين تقلدوها شبهها شوية، مش تاخدوها كوبي بيست طبعا، بتاخدوها تقتبسوا منها حاجات وتحطوها إضافية كده. ده كله بيخلي تصميمك مختلف. عمالة أشيل وأحط وأجرب وأشيل وأحط زي ما قلت لكم. الإضاءات طبعا العصفورة اللي أنا حاطاها فوق دي شلتها في الآخر. حاسة دلوقتي أنا ممكن كان ممكن أسيبها، ولكن لا أنا شلتها، يعني حسيت إن مش مشكلة يعني كده أنسب، بحس ما يبقاش مشتت الآن. بس كنت الصراحة لأن هي كانت بصاله وهو كان باصص للبتاع والقطة كانت باصة تحت، فحاسة إن كان عين المشاهد تلف شوية في التصميم يعني، لكن مش مشكلة. إيه طبعا لو لاحظتوا هتلاقيني عامله اللون لون الشخصيه شاحب، مش حاطه حتى فيها تونات كتير، مش رسمها بقى بتفاصيل وحاجات مش عارفه ايه، حتى العين، كل الحاجات دي كلها. إيه حاولت برضو اعمل ان الاضاءه بقى هنا، بعد ما شلت الشخصيه خليت الاضاءه بتاعت اللمبه الحمراء ديت متقاده. مش عندي افكار في دماغي خالص للتصميم بتاعي. ليه؟ لان ما كانش يعني عشان ده شخصي، مش عشان ده شخصي مش عاملاه لحد يعني، او الفكره ما جاتش جايه في دماغي من الاول. فرحت سالت طبعا شوشو استاذ شات جي بي تي عشان خاطر يقترح عليا اقترح عليا في الاول اقتراحات هبله بصراحه، يعني ما فيش اي حاجه خالص من كان مقترحها عجباني. جت اشاره حمراء فحسيت ان هي ممكن تعبر شويه عن ان اشاره حمراء وكده، وبس جه في الاخر اخترنا تحت الحصار، لان تحت الحصار كان برضو مقترح عليها باينه اكتر، واضحه اكتر الموضوع، حسيتها بصراحه احلى بكتير. ففي الاخر استقرينا على تحت الحصار ده. وجي وقت وجي وقت اختيار التيبوجرافي. الخط بتاعنا. فهنا استخدمت خلينا احط لكم برضو في الديسكربشن تحت البرنامج. فبدأت أكتب الاسم اللي أنا اخترته وأجرب بقى عليه كل الخطوط اللي موجودة هنا. وفي الاخر استقريت على الخط ده برضو معبر اكتر، حتى لايق اكتر مع الموضوع. طبعا ده عشان برنامج رسم، فانا خدت البتاع. بصوا في الحاله ديت ساعات احنا من الافضل طبعا احنا بنصمم الكلمه بتاعتنا لوحدنا، بنحاول كده نجيب بتاع، بس عشان ده يعني دلوقتي بقى فيه خطوط اكتر بكتير، ولو لقيت خط يعبر فقشطه يعني مش مشكله احطه. وبما ان العميل او الشخص اللي انا مثلا ده مش لحد يعني، فانا حره في اختياري. انما لو انت مثلا شغال مع حد لا والله اجبرك ان انت يعني عايز خط مش موجود، فساعتها بتضطر ان انتم تصمموا الخط انتوا بنفسكم. فالمهم انا خدت الخط وبدات اشوفه واعمله هنا واحطه، وكتبت تحته كمان حصار اجباري تعبر عن اكتر الموضوع، وبس كده. واستقريت على التصميم ده في الاخر. والحمد لله انهينا المهمه بنجاح. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو وعجبكم يعني، لان يعني اتمنى اكون قدرت اوصل لكم وافيدكم في الجزئيه ديت خطوات عمل التصميم. فقول لي برضه لو انتوا استفدتوا، يعني اكيد استفدتوا. مش قاعده بشرح الحاجات دي كلها وما استفدتوش يعني. بس كده اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. في كل اخر فيديو بقعد اعتذر شويه عن التاخير، بس بجد انا بعتذر عن التاخير في تنزيل الفيديوهات. يعني انا متاسفه جدا، عارفه اني مقصره كتير جدا جدا في الحوارات ديت. عندي كلام اقوله.